ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده وصفة لذيذة وسريعة وسهلة جدا، كفتة فراخ بالخضار. الوصفة دي هتعجبكم جدا وحلوة قوي ولذيذة، وكمان ممكن نعملها بطريقة صحية. هعمل معاكم الوصفة واحدة واحدة، واتمنى انكم تجربوها وتشاركوني رأيكم، عشان لو جربتوها مرة هتعملوها كتير. يلا بينا نشوف كده احنا هنعمل ايه. خليني اقول لكم ان الكميه اللي عامله بيها كفته الفراخ دي هي صدر فرخه واحد بس. قطعته مكعبات زي ما انتوا شايفين، وفرمت عليه حته دهنه كانت عندي، لو مش عايزه تحطيها مفيش اي مشكله. فرمتها لحد ما بقت ناعمه بالشكل ده كده. بشرت عليها بصلتين حجم متوسط، هما مش مبشورين، انا ضربهم في الكبه ضرب ناعم خالص زي ما انتوا شايفين. بعد كده حطيت البهارات بتاعتي: ملح، فلفل اسود، بهار فراخ، توم باودر، بصل باودر، بابريكا. كل ده كده حطيته على بعض، وحطيت كمان معلقتين من البقسماط. التوابل حطيت نص معلقة من كل حاجة بس. عجنتها كويس ودخلتها التلاجة نص ساعة. بعد كده انا علشان اختصر معاكم الخطوات مرضيتش اوريكم خطوة خطوة الحاجات السهلة. طلعتها وبقيت امسح ايدي بالزيت واعملها كور زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما عملتها كور دخلتها برضو التلاجة حوالي نص ساعة او ساعة، عشان تبقى ماسكة نفسها شوية. بعد كده معايا طاسة تيفال جرانيت، اللي موجودة عندك. بصوا انا محطتش اي مادة دهنية. لو هتعملي في طاسة مش تيفال ولا مثلا جرانيت، ممكن تحطي مسحة كده من السمنة او الزيت عشان ما تلزقش معاكي. انا محتاجتش احط اي دهون خالص، انا بس محتاجة ان انا اخليها تاخد لون من الجوانب بتاعتها علشان تمسك نفسها. كفتة الفراخ بتكون طرية قوي، يعني ممكن المعلقة لما تدخل فيها كده تلاقيها اتعجنت. فعلشان اعرف اتعامل معاها لازم احمرها كويس قوي. بص بقى انا بمعلقة سيليكون كده، وفضلت انا بوريكم واحدة واحدة اهو. اقلبها من جنب على جنب على الجناب شوية كده بالطاسة، ازقها كلها. عايزاها بمعنى اصح تتشمع من كل الجوانب عشان تكون ماسكة نفسها. بصوا اهو دلوقتي، بصوا بقلبها ماسكة نفسها كده ايه معايا، ما بتتعجنش في المعلقة. وخليها تاخد لون احمر زي ما انتوا شايفين عادي كده. خلاص كده بقت جاهزة معايا. يلا هنجهز بقى الخضار. حطيت في الحلة معلقة من السمنة، ومجرد ما هتسيح انا معايا بصلة. انا عارفة ان ممكن الخضار الناس بتقطع البصل مكعبات، بس احنا مش بنحب البصل يكون باين قوي، فبكون فرماه في الكبة. جربوها هتعجبكم جدا، هتحسوا ان الخضار شكله ناعم كده ومفيهوش حتت بصل ولا اي حاجة. حطيت عليها فص توم مفروم. التوم بيدي ريحة حلوة قوي مع الخضار، وبيديله نفس كده ونكهة حلوة. هشوح البصل بالثوم لحد ما ريحتهم تطلع كده وتظهر. لما يدبل خالص بالشكل ده هنزل عليه بالكفتة اللي انا عملتها. دول 20 كورة بالظبط، معمولين من صدر فرخة واحد. قلبت بقى البصل بالكفتة كده شوية، خليت الكفتة تاخد من ريحة البصل وكله يختلط ببعضه. بعد كده حطيت باكت من صلصة. الصلصة برضو بتكون حلوة مع الخضار، بتخلي لون الطماطم مركز اكتر، بس لو مش عايزة تحطي مفيش مشكلة. دول 4 طماطمات انا ضرباهم ومصفياهم. صف الطماطم للخضار تلاقي الصوص بتاع الطماطم كده ناعم وحلو جدا. بس حطيت بقى التوابل اللي معايا، حطيت ملح حسب الرغبة وفلفل اسود، وما حطيتش اكتر من كده، انا كنت بزود شوية ملح. قلبت بقى كله كده مع بعضه، وهسيبها بقى اغطي واسيبها لحد ما الطماطم تتسبك. في ناس بتحط الخضار كده على الطماطم ويستوي مع بعض ني في ني، بس انا مش بنحب اوي الطريقة دي. طعم الطماطم بيكون صحيح وباين وبالمزازة بتاعته، لكن لما الطماطم بتستوي بيكون احسن. ولا حتى بحط الخضار في المرحلة دي، انا بخلي الطماطم تتسبك كده معايا. هوريكوا شكلها هيكون عامل ازاي.
بصوا كده الطماطم اهي اتسبكت، تلاقيها نشفت كده معاكي. في المرحلة دي بقى بزود مية مغلية، ولما تغلي بالشكل ده بنزل بالخضار اللي معايا. انا كنت عاملة بسلة بجزر، ببقى مفرزاها وشايلاها، بتكون بتسهل عليا كتير قوي في عمايل الاكل. وهغطي وهسيبها تستوي. مفيش اسهل ولا اسرع ولا ابسط من كده، وعايزه اقول لكم وجبه حلوه جدا وموفره. لو ما جربتوهاش قبل كده اتمنى انكم تجربوها. بحب اكلها مع مع رز بالشعريه، بيكون حلوين جدا مع بعض. عايزه اقول لكم ان كمان كفتة الفراخ ديت ممكن تعملوها، تسبكوا طماطم وتتعمل فيها وتقدم مع مكرونة، بتكون حلوة جدا. اتمنى انكم تجربوها. الخضار بيكون شرب من طعم الفراخ كمان، بيبقى حلو قوي. والكفتة بحجمها بيزيد كده عشان بتتحط في صوص الطماطم، فبتنفش كده معاكي وبتكون مستوية جدا جدا وحلوة. احنا اساسا عارفين ان الفراخ بتستوي من اقل حاجة. وده شكلها كده وصفتنا النهاردة من على البوتاجاز. يعني دايما الوصفات السريعة السهلة بحب اصورها على البوتاجاز كده بسرعة. بصوا شكلها جميلة قوي وريحتها وطعمها بيبقى لذيذ قوي. اتمنى ان الوصفة تكون سهلة وعجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة.